ناس كتير بتسأل يا دكتور على عارفة إنها عايزة تروح لدكتور الأسنان بس خايفة، يعملوا إيه أو الحل إيه؟ هو طبيعي لازم يخاف. هو مش رايح يعمل مساج مثلا او رايح سبا، هو رايح لدكتور سنان. دكتور سنان يعني كرسي اسنان، يعني ادوات بنج، يعني ادوات خلع، يعني حقنه بنج، يعني مكان ليه رهبه. يعني ما حدش بيحب دكتور الاسنان، طبيعي. انا نفسي ما بحبش دكاتره السنان، بس هو مجموع اللي دخلني طب اسنان اصلا. انما دكتور الاسنان بيخوف، مش كشخص، كمهنه. طبيعي الالم بتاع الاسنان وحش، والناس مثلا لو متالمه هتروح، الاجراءات اللي هتحصل بتبقى خايفه منها جدا، فمن حقه يخاف. ده شيء طبيعي جدا انك تخاف من دكتور السنان. بس خلينا نحسبها كده حسبه بسيطه. يعني الخوف اخرته ايه؟ يعني انت هتفضل خايف لحد ايه؟ لحد ما توصل لمرحله مش هتقدر وهتروح برضه. يعني احنا ما بنقلقش من المريض، لان الوجع كده كده هيجيبك. يعني المريض اللي متوجع لما يجي يقول لي لا انا خايف مش هاجي، طب براحتك، انت المتالم مش انا. فمع الوقت بتلاقي الالم بيزيد لحد مرحله انت مش تقدر تكمل، مش هتحمل الالم، فهتضطر تروح لدكتور الاسنان. بس لما تيجي في وقتها بتيجي مشكله اكبر. يعني ايه؟ انت لما تيجي مثلا عندك تسوس سطحي وانت ما رحتش وخدت مسكن مثلا، او عندك اي وجع ايا كان الوجع، خدت مسكن مشاك يوم 2 10 سنه سنتين، طب وبعدين اخرتها ايه؟ لما تيجي بسوسه سطحيه في الاول، عكس ما تيجي بسوسه اعمق، عكس ما تيجي بالتهاب عصب، عكس ما تيجي بخراج، عكس ما تيجي بضرس مكسور وعايز مثلا يتخلع جراحي مثلا. فانت لما تاخر نفسك عشان انت خايف، الالم بيزيد معاك والمشكله بتكبر اكتر. فبالتالي انت بتتحمل وجع الالم وبتتحمل اجراءات العلاج اللي بتكون اصعب ليا انا ما بعد التعديل. يعني انت عشان تيجي تعالج حاجه في بدايتها بتكون سهله، بس كل ما تاخر بتبقى اصعب عليك تاني واصعب على الدكتور. لما تجيلي بضرس سليم عكس ما تجيلي بجذور محتاجه فتح وخياطه مثلا. فخلاصه الموضوع انت من حقك تخاف، بس خليك ذكي شويه، ان انت خلاص الخوف اخرته هتروح كده كده من الالم. فننجز في الوقت انك تروح بدري عشان تتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل بعد كده.